السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة العشرة، رابعة ابتدائي، الدرس الأول والتاني. هي الدرس سهل جدا، بيتكلم عن الأجزاء من 10 ومن 100، اللي هي الأعداد العشرية أو الكسور العشرية. أول حاجة الجزء من 10. النموذج اللي قدامي ده 10 أجزاء. طيب النموذج اللي قدامي ده 10 أجزاء. لو أنا علمت لك على المربع الأول ده بس كده، يبقى ده كده بقى اسمه 1/10. يتكتب بالمنظر ده كده 1/10. طيب يعني جزء واحد من 10 أجزاء. طب لو نفترض لو أنا علمت لك على 3 مربعات كده، يبقى كام؟ يبقى اسمه 3/10. 3/10. طيب وهكذا بقى. طيب ال3/10 ده ممكن يتكتب في صورة كسرية، يبقى 3/10. الرقم ده على الكسر اللي انت بتقوله 3/10. طيب 1/10 ده ممكن يتكتب في صورة كسرية، يبقى 1/10. الرقم ده ينزل كده هنا على الكسر اللي الرقم اللي انت بتقوله 10. وطبعا انت ما عندكش هنا غير 10 او 100 زي المثال الجاي كده. طب الجزء من 100. الجزء من 100 عبارة عن المستطيل الكبير ده اللي متقسم ل 100 مربع. طب لو انا رحت عملت لك كده، علمت على 1 2 3 4 5 6. طيب يبقى ده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه 6/100. يتكتب بالشكل ده كده، علامة وتسيب صفر وهنا 6/100. طيب يتكتب ازاي في صورة كسر اعتيادي؟ يكون 6/100. طيب مثلا عايزين نكمل تاني، مثلا هنا مثلا 1 2 3 4 كده بقوا 10. 1 2 3 4 كده بقوا 12. طيب نكتبها ازاي دي بقى؟ يبقى ازاي تكتب كده؟ 12 من 100. 12/100. طب ازاي نحولها كسر اعتيادي؟ تبقى 12/100. طب لاحظ بقى الفرق ده، هنا كان 6/100، هنا الستة عندي رقم واحد بس انا عايز من 100، فلازم يكون في رقم تاني قبلها قبل العلامة، يعني لازم يكون قبل العلامة رقمين. طب انا عندي 6، خلاص حط صفر بين الستة وبين العلامة ويتقال 6/100. طب هنا ليه ما حطيناش عند ال 12 صفر؟ لان ال 12 عبارة عن رقمين، فخلاص يتقال 12/100. طب نستفيد ايه؟ ان انت لو عندك رقم واحد وجزء من 100 حط صفر عشان تقرا صح، يبقى اسمه 6/100. لكن لو رقمين خلاص مش مشكلة، ما تحطش اصفار. كتابة الكسر الاعتيادي في صورة كسر عشري. مثلا جيت قلت لك كده 9/10، تيجي تقول لي ايه؟ سهلة جدا. هنا مش 10، حط علامة عشرية والرقم يكون بعد العلامة برقم الرقم، العلامة تكون بعد رقم واحد. يعني نكتب البسط كده هنا 9 كده اهو، 9/10. طب مثلا 23/100. طب سهلة، تعمل ايه بقى؟ حط العلامة كده وهنا حط صفر واكتب هنا كده 23 ويتقلي 23/100. طيب مثلا 25/10. بص ده بقى، احنا قلنا في الجزء في 10 بيكون علامة بعد رقم واحد، خلاص اكتب 25 اهي. تمام. وعد رقم واحد بس، واحد، وحط علامة كده هنا، يبقى 2.5. طب مثال تاني على الجزء ده، مثلا 125/10. طيب اكتب 125 كده اهي وهي على 10، يبقى هنعد رقم واحد بس، عد الخمسة كده هنا اهي وحط العلامة كده، يبقى 12/5. طيب مثلا 64/100. بص اكتب 64 اهي، احنا 100 يبقى لازم رقمين، عد 1 2 حط العلامة كده اهي. طب مرة أخيرة، مثلا 729/100، يبقى هكتب 729 هو بكل بساطة، وال100 عد رقمين 1 2 حط كده، وتبقى خلصت المسألة خلاص.